حبايب قلبي وخلاص ادي اهو طلعته من الفرن. بصوا وندوق بقى مع بعض. بسم الله. جميل جدا 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 جدا. وبصوا يعني اللهم بارك اللهم بارك اهو، يعني حاجه كده جميله جدا 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 اهي. شايفين الحلاوه، شايفين الطعامه. بصوا الجمال. لو انتوا عايزينه يعني فاتح عن كده يبقى بلاش تحطوا ناتج التحمير بتاع السمان او الحمام، بس انا بحبه بالطريقه ديت. جربوه، جميل جدا 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 جدا. وكانت وصفتي النهارده الرز المعمر بالسمان. هستنى تجربوه ان شاء الله وتقولوا لي رايكم فيه في الكومنتات. وقبل ما اقول لكم باي باي، انتظروني بفيديو جديد. ويلا بينا على الطريقة ونشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي من تكات ووصفات دندونة الجديد دايما عندي. ولو انتي لسه، بالله عليكي بطلي بخلي بقى، لو انتي لسه ما اشتركتيش اشتركي واعملي لي فولو. بحبكم في الله. ويلا بينا على الطريقة نشوف القمر ده اتعمل ازاي. باي باي. مساء الخير متابعيني الكرام. بحبكم في الله. يا رب تكونوا في احسن حال واتم صحه. انا قدمت في فيديو سابق السمان بالفريك. النهارده هنعمل ان شاء الله السمان، بس هنعمله بالرز المعمر بطريقه تكات وصفات دندونه. بصوا بقى يا حبايبي، انا بجيب السمان وبعدين بغسله كويس جدا جدا جدا. خلي بالكم لازم تغسلوه كويس جدا جدا جدا، وبتحطوه في ميه وليمون وملح وشويه دقيق، ونغسلهم كويس جدا جدا وتتاكدي ان مفيش فيهم ريحه زفاره. الليمون والجنزبيل مع الميه بيقضي تماما على الزفاره. وبعدين بجيب بصلايه وبدعكها بملح وفلفل، وببشر عليها طماطميه وبقلب كله على بعضه وبتبل بيها السمان بتاعنا ده طريقه تتبيله. ويا سلام بقى لو انت عملتيه من بالليل للصبح او عملتيها مثلا قبلها بفتره. كده خلاص خلصنا من قصه ايه السمان. طاسه على النار اهو، وبعدين هبتدي احط فيها ايه بقى. فاكرين التتبيله اللي احنا عملنا بيها دهنا بيها السمان، اللي هي كانت عباره زبده وليمون وكاتشب ودبس رمان اهو. بصوا اهو، انا عندي دي بقى يعني انا بغير فيها طول الوقت. ممكن احط بدل الليمون برتقان. اوكي. يعني دي بقى ايه لعبتك بقى، ان انت ممكن كل مره تعمليه بطريقه شكل اهو. هاخد منها معلقه كده اهو، وهروح حطها عندي في الطاسه اهو كده. صدقوني بتنقل الاكل في حته تانية خالص اهو. بس يا دوبك تسيح معانا. ممكن نحط عليها مثلا شويه زيت. يبقى انا حطيت معلقتين لمعلقه، وعلشان ريحه نتاكد ان مفيش ريحه زفاره خالص. والحمد لله هو مغسول كويس جدا ومفيهوش اي ريحه زفاره. دول فصين مستكه اهو. بصوا ساحت معايا اهي، بس لازم نتاكد ان المستكه ساحت معايا اهي. وفي نفس الوقت انا مولعه الفرن وحاطه الطاجن بتاعي يسخن فيه اهو كده. وبعدين هبتدي انزل بقطع السمان بتاعتي اهي. طبعا انا فتحته من الظهر اهو، واروح حاطه كده كده اهو.
يتحمر معايا. اسيبه لغايه لما يتحمر على الوش ده وعلى الوش ده، عشان ما ينفعش ان احنا نعمل مثلا رز معمر وتبقى فيه حاجه نيه. لازم نديها صدمه على النار الاول، يعني انا هديها صدمه وبعدين هبتدي اعملها على الرز بتاعي. هنا بقى الحله دي المفروض انها سخنه. اوكي، عندي هنا كيلو لبن، وعندي هنا كوبايه رز، وعندي هنا جبنه كيري، وعندي قشطه، وعندي زبده. يلا بينا بقى نعمل ايه؟ اللبن، الرز المعمر، اللبن بتاعي. فاول حاجه هعملها ان انا هحط معلقتين الزبده. احنا اتفقنا ان احنا ما بنكترش الماده الدهنيه اهو. اهي كل اللي انا هعمله ان انا هاخد معلقه ملح هيمالايا اهو، وشويه فلفل ابيض او فلفل اسمر ما يقولش لا اهو كده. وهقلبه في الزبده بتاعتي، وهنزل كوبايه الرز بتاعتي اهي اللي هي المغسوله كويس اهي. وهقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده. لازم السمنه تختلط بالرز بتاعي اهو كده. يعني انا يا دوبك بس يسخن، انا مش بحمر ولا اي حاجه، لا هو يا دوبك بس يسخن كده اهو. قلب الزبده بتاعتي كله يختلط ببعضه كده. صدقوني هتاكلوا احلى رز معمر في الكون اهو. يسخن شويه وديت يا دوبك بس يعني 5 دقايق على الوش ده و5 دقايق على الوش ده، وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي خلاص اهو. هقلبه بقى على الوش التاني اهو كده. وهغطي عليه. انا بديله مجرد صدمه مش اكتر. الله على الريحه، الله 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 الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو في جهاز يخترعوه تشموا الريحه اللي انا شماها دي، خطيره خطيره خطيره، اللهم بارك. تحفه تحفه تحفه. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا، وهستنى رايكم في الكومنتات باذن الله. بصوا حاجه كده فاخر من الاخر، 10 على 10، 13 على 13. عندي هنا يا دوبك بس هتاخد بس صدمه وايه، وهحطها في الطاجن بتاعي ده. الطاجن ده انا لسه مطلعاه من الفرن، لازم يكون سخن. اتبعوا الخطوات وهتاكلوا ان شاء الله احلى رز معمر بالسمان. انا كنت عاملاه بطريقه قبل كده في الصفحه عندي، بس كان بدون اي حاجه. اتبعوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، ولغايه لما يتشوح ارجع لكم تاني. حبايبي خلاص السمان انا اديته صدمه على الناحيتين اهو. حطيته في قلب البرام السخن بتاعي. وبعدين بقى هنيجي بقى هنا للرز بتاعي. طبعا انا سخنته بس مش اكتر، يمتزج الماده الدهنيه مع الرز اهو. وحطيت طبعا شويه ملح ابيض او ملح اسمر ما يقولش لا اهو. فلفل اسمر قصدي، حطيت فلفل اسمر او فلفل ابيض ما يقولش لا. وحطيت معلقه ملح اهو. وايه لازم تكون الحله سخنه. وعندي هنا لبن مغلي اهو.
هنحط بقى اللبن هنا كده اهو. لازم برضو يكون اللبن سخن معايا اهو، لان انا مش هنقعه ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا لما بيكون اللبن بخيره من عند اللبان اللي انت بيجيبي منه بيبقى حاجه روعه، جميل جدا جدا. طبعا انا حاطه على اللبن بتاعي دوت 3 معالق كريمه لباني اهو، عشان برضو ما يبقاش دسم قوي اهو. انا حطيت اللبن على الرز بتاعي اهو، هقلبه بس كده، وبعدين هبتدي انزل عليه اهو على الكريم بتاعي كده اهو. كده اهو. كده. وبعدين عندك بقى حل من الاتنين، لو عندك قشطه ماشي الحال، ما عندكيش قشطه يبقى ممكن انك انتي تجيبي اي جبنه عندك اهي، اي جبنه، اي نوع جبنه حلو عندك اهو. وهناخد شويه كده اهو، شويه لبن، وهقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده اهي. هي بس يا دوبك تفكي معايا مش اكتر، علشان تديني الوش الجراتان اهو. طبعا هو البصل ده مش محروق ولا حاجه، انا حطيت التحميره، انا بحب يعني انا بحبه بالطريقه دي. عايزين تصفوه براحتكم خالص، بس انا بحب لما بحمر السمان او الفراخ او الحمام، بحط مكان التحمير اللي هي الزبده بالبصل بالحاجات دي، بحطها في قلبيه بتدي طعم حلو. اللي مش عايز ممكن يستثنى الطريقه دي، يعني يا دوبك بس ايه صفوا الحمام او السمان وايه وحطوه كده اهو. ادي عندي الرز اهو، وادي خلاص خلصناه. عايزه تحطي زبده مفيش مشكله، انا حليتها لك اهي. ان ممكن تحطي مكعب جبنه مثلثات بس يكون نوع حلو، اي نوع عندك حطيه كده وخلاص. هدخله الفرن وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي اهو، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولا الريحه بقى، تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. بصوا الف هنا وشفا على اللي هياكلوا. بصوا مش قادره اقول لكم، هو فاضل له ان شاء الله 5 دقايق ونطلعه ويبقى يم 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 يم. مش قادره اقول لكم بقى الريحه عندي هنا قلب العماره كلها. يا نهار ابيض على الجمال، اللهم بارك.